يا رب ارزقني بزوجة عندها حساسية من الدهب. انت مصري صح؟ اه، انت عرفت ازاي؟ امال انت منين؟ من اليابان. بس انتوا عندكم في مصر في ناس طيبة كتير. اه، بيبقوا سايبين الواي فاي من غير باسورد. امال انت شغال في ايه؟ مكافحة المخدرات. طب بتعرف الشخص المدمن ازاي؟ لا دي بسيطة يا سيدي. بيبان عليه الكآبة، العزلة، عدم الاهتمام، الحاجة الملحة للمال. طب هنا في مصر افرق ما بينه وما بين الشخص العادي ازاي؟ بسيطة، من صورة بطاقته الشخصية، لو متغير فيها عن الواقع يبقى الشخص ده بيتعاطى، ولو طبيعية يبقى ما بيشربش. ده انت كده عايز تجيب له اعدام. احنا عندنا في اليابان اتوصلنا واتطورنا كتير في الطب، بس مش اكتر مننا. ازاي؟ احنا عندنا بتدخل المستشفى عندك صداع بتطلع متجبس. يا اخي سبحان الله، بيعرفوا في المستقبل انت هيحصل لك ايه ويعالجوه. عندنا في اليابان من كتر خوفهم من المرض بيخترعوا احدث اجهزة لعلاجه. لا احنا عندنا سبحان الله، اول حاجة الطبيب يعلمها للمريض انه ما يخافش من المرض. وبالفعل دكتور الرئة بيدخن، الدكتور النفسي مجنون، اخصائي زرع الشعر اصلع، مش ناقص غير دكتور النساء والتوليد يبقى حامل. لو انت وصلت لحد ده في الفيديو يبقى انت اكيد بتحب المحتويات الكوميديه. علشان كده سيب لايك وكومنت وحركه الاكسبلور عشان تشوف كل فيديوهاتنا، واعمل متابعه عشان لسه في كتير جاي.